بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنستكمل النهاردة نظرية داو، وان شاء الله برضو هنكمل الثلاث قواعد اللي احنا قلناهم او الثلاث عناصر التانيين، بخلاف الثلاث قواعد الاولانيين اللي انت المفروض شفتهم معايا الفيديو اللي فات، والاستكمال الكورس اللي ان شاء الله هيكون كامل متكامل عن التحليل الفني. وانت ان شاء الله هتسمع الكورس ده هتنطلق بعد كده في السوق. اول حاجة التحليل الفني عشان تكون فاهمه برضو قبل ما نخش نستكمل. التحليل الفني زي ما قلت عليه قبل كده اللهم صل على سيدنا محمد، في التأهيل يعني او بدايات السوق، ان ده ابو التحليل كله. انت لو مش عارف التحليل الفني مش هتعرف تمشي في اي استراتيجية من قبل ما تبتديها. فالتحليل الفني هو الاساسي بتاعك، فده اللي انا مهتم بيه. بعد كده ان شاء الله هنخش على استراتيجية ICT واحدة واحدة. طيب، احنا النهارده ان شاء الله في القاعده الرابعه والعنصر الرابع. قبل بس ما نبدا ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه لنا تحت في الكومنتات. وهي القاعده الرابعه، المؤشرات تؤكد بعضها. طيب، يعني ايه كلمه المؤشرات تؤكد بعضها دي؟ بص هقول لك على حاجه. ايا كان انت شفت مين في التداول او انت ذات نفسك عملت ايه، الاخبار بشكل عام. مثلا لو شفت واحد مستني بيقولك في خبر النهارده على الدولار، او الفيدرالي هيعلن الفايدة، او ايا كان الخبر، او مثلا المؤشرات الزراعية، ايا كان. بس لو الخبر ده خبر مهم، تمام، بتلاقي الناس كلها بتخش على الذهب. طب انت ما جيش في دماغك ده ليه؟ ده لان المؤشرات تأكد بعضها. طبعا انت المفروض فاهم ان امريكا معتمدة في الدولار والبنوك والحاجات دي عن الذهب، وان الذهب هو المفروض يعني معمول قيمته مربوط بالدولار وكده، تمام. طب مربوط بالدولار ازاي؟ المفروض لو في خبر سلبي للدولار يبقى الذهب هيطلع. ليه؟ الدولار ده العملة العالمية للعالم كله، تمام. فلو الدولار اتأثر بالسلب يبقى اكيد الناس هتلجأ للملاذ الآمن، لان العملات كلها مضروبة، فكله هيروح يحط فلوسه ويخبي فلوسه فين؟ في الذهب. فعشان كده الذهب ضد الدولار. لو الخبر ايجابي للدولار يبقى الذهب هيهبط، ولو الخبر سلبي للدولار يبقى الذهب هيصعد، تمام. فايا كان عامة انت عشان تكون عارف الحاجات دي هتيجي مع الخبرة. يعني مثلا اليورو دولار عكسه الباوند دولار، وخد بالك عشان الحاجات دي هنستخدمها في الدايفنجرز، تمام. هنا اليورو دولار عكسه الباوند دولار. الين الياباني الين دولار عكسه الباوند دولار، وهكذا. الذهب عكسه اليورو، الذهب عكسه الدولار، وكل حاجة وليها عكس. طبعا احنا هنبقى نتكلم عن الموضوع ده هو حتى برضو يا جماعة في الجماعة بتوع العملات المشفرة او البيتكوين والحاجات دي. يعني انت مثلا عندك الاثيريا مرتبط ببعضه، تمام. يعني مثلا لو ال LTC الليتكوين، تمام، لو واحد صعد بنسبة كبيرة الاثيريوم هيصعد، تمام. ده وفي بقى عملات بقى، وانت عايزك تبقى تخش تدور وتفهم في كل الحاجات دي، تمام. فانت زي ما قلت لك كده العملات عامة كلها والمؤشرات تؤكد بعضها. ده بالنسبة للقاعدة الرابعة بتاعة داو. القاعدة الخامسة وديت عشان تتشرح لك لازم تتشرح لك على البيتكوين، لان احنا قلنا قبل كده ان الفوليوم ما ينفعش على الفوركس، تمام. اول حاجة انت لو بصيت على الفوليوم عندي مش شموع، انا عامله بالشكل ده. انت لو عايز تظبطه بتروح داخل هنا في السيتنج العلامة دي، وبتبدله بقى. عايزه مثلا ترجعه شموع زي ما هو، عندك مثلا لاين هتلاقيه خط. عندك بقى بتاع ده اللي هي سيت اب ديت هتلاقيها بص زي مكعبات طالعه نازله. بس انا حبيت الارينا واللي هي الشكل ده هو. وهتعرف معايا ليه دلوقتي. لان يا جماعه يعني البار لونه عامه مش بيفرق. لو لقيت شمعه كبيره كده لونها باخضر او باحمر، اللون ما بيفرقش، تمام. المهم بالنسبه لك الطول والقوه، مش مهم اللون. وعندك برضو الفوليوم، هل انت بتعتمد عليه في السوق؟ ده سؤال عايزك تنزل تجاوبني تحت. وانت نازل تجاوبني ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. هل الفوليوم بتعتمد عليه بشكل عام؟ هقول لحضرتك الاجابه لا. ليه؟ لان انت اساسا متعلم ترندات، والترند الصاعد والترند الهابط وكل الحاجات دي، فمش هتسيب كل الحاجات دي وتعتمد اعتماد
على الفوليوم، لكن الفوليوم برضو بتاخد منه ايه الحاجة اللي انت عايز تاخدها، المساعدة يعني عارف انت مثلا جزء من قرايتك للسوق، فاهم؟ ما بتعتمدش عليه، بس برضو مهم ان انت تبص عليه. وبرضو هقولك على حاجة، انت بترسم ترندات في السوق على الشموع، طب ليه ما تجربش ترسم على الفوليوم؟ هقولك ازاي. بص هنا كده، اسف اللي حصل الدربكة دي. بص هنا كده مثلا، هنا مثلا، بص هنا اهو كده، ثواني نكبرهولك لاين، ممكن نخليك في 4. بص وهنا برضو عنده اهو لحد هنا بالظبط اهو اللاين ده، تمام. طبعا انت بعد كده هتعرف ان هنا هيكون سيولة، والمفروض السعر هتستناه شوية، بس الفوليوم عامة يا جماعة زي ما وريت لك تحت، انت بتستنى. بص هنا اصلا لان الفوليوم مش ثابت، فمهم ان انت تكون فاهم كده برضو، تمام. بس هنا مع الكسر بتشتري، وعندك هنا حصل كسر في الفوليوم، فانت لو دخلت شراء من هنا، وطبعا هتعرف في الفيديوهات الجاية القمم الرئيسية والقاعان الرئيسية، بس عامة لو حطيت يا عم الستوب لوز بتاعك هنا، تمام، والتارجت اعلى قمة اهي، عملت لك حوالي 1.3%. طبعا انا مش عايز اقول لك لو كنت سبت السعر يكمل كنت عملت قد ايه، كان راح لل100 وال109 الف دولار، كنت عملت 5% في صفقة زي دي. بص 5% في صفقة عادية جدا من كسر الفوليوم. بس هل ده عشان الفوليوم، ولا عشان انت دارس معايا ان طالما الترند العام صاعد؟ يعني ده كان من تحليل من نظرية وايكو، بس انت عشان متعلم ان الترند صاعد. بص من امتى؟ من نوفمبر 2022، بقاله كام سنتين صاعد، تمام. فانت ده والله حصل عندك بتاع ده ترند فرعي وتم كسره، او دي قناة انت هتتعلم معايا طبعا القنوات والاشكال ديت في البرايس اكشن قدام شوية. بس هنا قناة صغيرة تم كسرها، كسر اللهم صل على سيدنا محمد الفوليوم، بعد كده السعر طار معاك على طول. فزي ما قلت لك الفوليوم مش بيتقاس بلون البار، عشان كده انا بقول لك عامله انا باللاين، وتستحسن لو انت خليت الاتنين بلون واحد. يعني مثلا بص في السيتنج هنا ممكن مثلا تخلي ده ازرق وده ازرق، ما تشتتش نفسك خالص، واقعد بقى بص مع نفسك. هنا مثلا اهو كده اهو، هنا مثلا كده، عندك من هنا اهو ده اتكسر وده اتكسر، برضو نفس الفكرة مع الكسر لو دخلت، تمام. بص انت المفروض هنقولك ان ستوبك يكون هنا، بس انت ما انتش دارس سيولة. يعني انت لو دارس سيولة اصلا مع الاي سي تي عامة، انت المفروض هتخش من هنا وهيكون ده ستوبك، تمام. بس لما اكلمك دلوقتي عن التحليل الفني واللي انت دارسه، فيعني لو هتأمن نفسك يا سيدي وتحطه هنا اهو، عملت لك 1% مستريح، تمام. برضه هقولها لك تاني، لان الترندات ديت وانا لسه في بدايتي في السوق، لان انا مش بعتمد على التحليل الكلاسيكي. الترندات يعني حرفيا ممكن تعمل لك مخك كله وتقفل لك مخك كله، وانت لو عشت سنين هتكون صعب عليك انك تفهمها. يعني هقول لك على حاجه، صلى على النبي. هنا مثلا ده اللي احنا شرحناه اهو، واحد ممكن يرسم الترند، اقول لك ازاي. ممكن واحد يرسم الترند كده اهو، ويقول لك بص ده كسر الحق اشتري، تخش تشتري، وتقول لك بس هنا الستوب بتاعي، تلاقيه راح ضربه، تمام. ويقول لك لا انت كنت راسم الترند غلط، ده الترند الصح. او مثلا الترند كان كده، وتلاقي واحد تاني رسمه كده. فعشان كده دي حلاوة استراتيجية اي سي تي، ان انت نظام وقانون انت ماشي عليه، موجود خلاص مش موجود لا. وصعب تلاقي اتنين مختلفين في الاي سي تي، لكن التحليل الفني يعني كم بشر مختلفة فيه لحد النهاردة، مش ثابتين فيه على قاعدة. وده كان العنصر الخامس او العنصر التاني في حلقتنا النهاردة، وهو الفوليوم يؤكد الاتجاه. وقبل ما نخش على العنصر الاخير، ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وخلينا في العنصر الاخير نظرية ده، وهو الترند باقي الى ان يثبت العكس. يعني ايه؟ يعني بص مثلا هنا
انا قلت لك ايه الحلقة اللي فاتت؟ قلت لك ان الترند الاصلي او الملك او الاساسي بيقعد سنة. وبرضه قلت لك حتة كده صغيرة، قلت لك اللي هتتقال في الكورس او اللي بتتقال في الكورسات عامة، والحلقة ديت بتكون الحلقة الثالثة في المراجعة عن النظرية او الاستراتيجية بشكل عام، وهي ان لو عدى 90 يوم على الترند الفرعي بنسبة كبيرة بيتحول رئيسي. كلامي سليم؟ طيب هل هنا عدى 365 يوم بتوعنا او السنة؟ والله هتقولي لا، دول 277 يوم بس. هقولك يبقى الترند باقي لان يثبت العكس. السعر بقاله سنتين بيصعد، هو جه هنا اتذبذب لمدة داخلة على السنة بس كمل سنة، لا، يبقى الترند باقي والترند صاعد الى ان يثبت العكس. الى ان يثبت العكس ده اللي هو ازاي؟ اللي هو الترند قعد سنة كاملة. طالما ما قعدش سنة كاملة يبقى خلاص انت مكمل في الصعود بتاعك، واي فرصة قدامك تشتري منها تشتري. تمام. وحابب برضه اقول لكم انتظروا الحلقة الثالثة اللي هتكون المراجعة عليهم، اللي هتلم لك كل حاجة. واعذرني لو انا مش قادر اشرح لك، لان انا مش مركز حرفيا ودماغي مصدعة، وبصور لك زي ما انت شايف النهاردة السبت، يعني الحد الساعة 1:30 بالليل، او السبت الساعة 1:30 بالليل، فانا دماغي قافلة اساسا. تمام. فبس عشان كان لازم اصور لك. فالمهم يا رب تكون انت استفدت بالحلقة دي، وسواء استفدت او ما استفدتش ما تنساش تعمل لايك، لان انا متأكد ان الحلقة الجاية هتستفاد منها ان شاء الله. اشوف وشكوا على خير ان شاء الله يوم الاربعاء، وسلام من الله عليكم، مع السلامة.